سلام. هاد المره غنتطرق في هاد الفيديو لموضوع فكري وفلسفي. غنتطرق لجوج حكم، وحده خلاها الفيزيائي كارل ساغان، والاخرى قبل منه خلاها الرياضي برتراند راسل. من كلمات كارل ساغان المعروفه والماثوره الكلمات اللي قالها بعد ما استقبلت الارض صوره لها من المركبه الفضائيه فوياجر واحد ملي كانت بعيده على الارض بحوالي 6 مليار كيلومتر. وهذه محاوله مني باش نترجم كلامه للدارجه المغربيه. شوف ديك النقطه الصغيره الزرقاء والباهته، هذاك هو هنا، هذيك هي الدار، هادوك هما حنا، فيها كاع اللي كنحبو وكاع اللي كنعرفو وكاع اللي عمرنا سمعنا عليه. كل انسان راه عاش هنا، كل افراحنا وكل معاناتنا، الاف ديال الديانات المتيقنه والاف الايديولوجيات والانظمه الاقتصاديه، كل صياد وفلاح، كل بطل وخواف، كل مبدع وكل مدمر حضاره، كل ملك وكل فقير، كل زوجين، كل ام واب، كل طفل متفائل، كل مخترع وكل مستكشف، كل استاذ للاخلاق وكل سياسي فاسد، كل نجم وكل رياضي مشهور، كل قائد وكل قديس، كل خاطئ في التاريخ ديال البشر عاشوا تما على هذيك النقطه المعلقه في شعاع الشمس. هاد الصوره تتاكد ان الارض واحد المسرح صغير بزاف وسط هذا الكون الشاسع. فكر في الدماء اللي طرقت من ملايين الجنود والامبراطوريات باش يحاولوا يكونوا اسياد على واحد الجزء صغير من هذه النقطه. فكر في القساوه اللي مارسها سكان واحد الركن على سكان ركن اخر من هذه النقطه. فكر في المفاهيم اللي كيصنعوها وفي سوء الفهم ديالهم فاش كيتقاتلوا مع بعضياتهم. فكر قداش الناس مستعدين يقتلوا بعضياتهم على هذه النقطه الصغيره اللي صعيب تشوفها من بعيد. كاع المواقف ديالنا والغرور ديالنا والوهم ديالنا ان قصتنا هي المركز في هذا الكون، كلشي كيتحد بهذه النقطه الصغيره الباهته. الكوكب ديالنا هو غير واحد من بين الملايين والملايين من النقط في الكون العظيم والمظلم، وما كاين حتى شي دليل ان شي مساعده غتجينا من شي بلاصه باش تنقذنا من راسنا. هاد الارض هي العالم الوحيد اللي معروف لينا انه فيه الحياه، وما كاين حتى شي بلاصه ثانيه يمكن لينا ننتقلوا ليها. ربما نقدروا نزوروا شي كوكب اخر ولكن ما نقدروش نسكنوا فيه. الارض هي الملجا الوحيد ديالنا. كاين اللي كيقول ان الفلك كيعلم التواضع وكيصنع الشخصيه. في الحقيقه ما كاين ما احسن من هذه الصوره، صوره الارض الوحيده الزرقاء باش توري الغرور البشري القيمه الحقيقيه ديالو. الارض هي دارنا الوحيده، خاصنا نحافظوا عليها، نعتبروها بحال اغلى كنز، حيت المستقبل ديالنا كله كاين هنا. وهذه رساله من رياضياتي برتراند راسل باللي سولو صحفي من قناه BBC في مقابله خاصه. قال ليه تخيل هذا الفيديو غادي يشوفوه احفادنا او احفاد احفادنا من بعد 1000 سنه ويلقاو كلامك بحال كي كنقلبوا اليوم ونقراو مخطوطات قديمه. شنو تقدر تقول لهذا الجيل على الحياه اللي عشتيها والدروس اللي تعلمتيها؟ والجواب تاع برتراند راسل جا كالتالي: بغيت نقول لهم جوج حوايج، وحده فكريه وحده اخلاقيه. الفكريه اللي بغيت نوصلها لهم هي منين تدرسوا اي موضوع او تعالجوا اي فلسفه سولوا راسكم غير اش هما الحقائق وشنو هي الحقيقه اللي كتبنيها هاد الحقائق. ما تخليوش راسكم يتاثر باللي بغيتوا تصدقوه ولا باللي كتظنوا انه غادي يكون عنده اثر ايجابي اذا تصدق. ركزوا غير على الحقائق وصافي. في هذا العالم اللي ولا كيترابط اكثر فاكثر خاصنا نتعلموا نتحملوا بعضياتنا، نتعايشوا ونتقبلوا ان كاين ناس غادي يقولوا كلام ما غاديش يعجبنا. ما غاديش نعيشوا مجموعين الا بهذه الطريقه، واذا بغينا نعيشوا مجموعين وما نموتوش مجموعين خاصنا نتعلموا نتسامحوا مع بعضياتنا. التسامح هو الاساسي بزاف لاستمرار الحياه البشريه في هذا الكوكب.